ايه الفرق ما بين انواع الانكجيت او طباعات الانكجيت؟ وهنعرف مع بعض كمان بالتجربة العملية ايه الفرق ما بين طابعات الانكجيت اللي بتعتمد على التنكات، وايه الفرق ما بين الطابعات اللي بتعتمد على نظام الكارتج او خراطيش الحبر. فمن غير اي تأخير، لو انت لسه جديد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب في الشانل وتفعل زر الجرس وتديني لايك متين. انا شريف عبد المنعم وانت بتتفرج على شيكو فلوج. انترو. النهارده هعمل لكم بالتجربه العمليه ليه الطباعات او الطابعات اللي بتعتمد على التانك او تنكات الاحبار افضل بكتير جدا من الطابعات اللي بتعتمد على نظام الكارتج. طبعا لو انت مش عارف تاريخ الطباعه، زمان كنا بنستخدم حاجه اسمها خراطيش حبر، ودي بتركب في الهيد. وزي ما انت شايف انا فاتح لك المكنه عشان خاطر تشوف ان ده مكان الهيد. وزي ما بقول لكم انه طابعات الحبر هي بتفس الحبر، بتعمل كده للحبر للاحبار زيها زي الفشاشه. عشان كده جايب لكم الفشاشه ايه، هي بتعمل زي الفشاشه بالظبط. يعني لما تعمل كده اهي بتبخ الميه كده، هي نفس الفكره، هي بتبخ الحبر برضو بنفس الطريقه. الكارتج دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن سفنجه محطوطه جوه كفر بلاستيك انت بتروح تشتريها، وبعد كده بتاخد السفنجه دي اللي مشبعه بتبقى شاربه الحبر او لون الحبر اللي انت محتاجه، وبعد كده بتاخد السفنجه دي بتحطها في السلوت الخاص بيها في الهيد بتاعك، وبتبدا الطبعه بضغط الهواء او بالضغط عامه انها تسحب من السفنجه دي او تمص من السفنجه دي الحبر وتبدا تبخه على الورقه. لكن التانك هو عامل زي بالظبط نفس فكره البخاخه دي بالظبط. انت عندك تانك اهو، نفس التانك ده كده، ومتصل على طول دايركت بايه؟ بالهيد اللي هو راس البخاخه على طول. واي مكنه فيها كارتج تقدر تحول المنظومه بتاعتها لانها تبقى تانك سيستم. المشكله الرئيسيه اللي كانت دايما بتقابلنا هي مشكله انه الضغط دايما كان بيبقى فيه مشاكل، لان المكنه السيستم بتاعها اللي هو الماشين نفسها ما بتفهمش تسحب قد ايه، او المقدار بتاع السحب بتاعها بيختلف. طبعا حاجه كانت بتسحب من السفنجه وبعد كده انت اديتها دايركت حبر على طول، فالضغط دايما كان بيبقى فيه مشكله، وده بيسبب ضغط كبير جدا على الهيد، وبالتالي بيحصل مشكله. دايما هتلاقي ان اي حد محول نظام الكارتج لنظام تنكات دايما الهيد بيسافر، دايما بيبوظ. طيب هل نظام الكارتج بيوفر اكتر في استهلاك الحبر ولا نظام التنكات؟ تنكات طبعا بيوفر اكتر بكتير جدا جدا، وعشان كده هعمل لكم التجربه العمليه دي النهارده. تعالوا نشوف التجربه العمليه هتبقى عامله ازاي. يعني تشيل بقى المكن ده خالص من على الترابيزه، وزي ما انتم شايفين كده شيلنا بقى شويه المكن اللي احنا كنا حاطينهم دول عشان خاطر نعرف بالتجربه العمليه. بص بقى، ما فيش بعد كده، لازم تتاكد انه الطريقه دي كويسه بالورقه والقلم. احنا بنتكلم بالورقه والقلم كويس. طيب احنا اتفقنا ان الكارتج هو عباره عن سفنجه، فاحنا جبنا سفنجه اهي كويس. ده الحبر بتاعنا اللي احنا المفروض بنحقنه دايما في نظام الكارتج. لو انت فاكر زمان كان او للناس اللي مش عارفه، الكارتج دي بعد ما بتخلص ممكن تتحايل على المنظومه، وبدل ما ترميها وتروح تجيب واحده جديده، لا انت بتروح تجيب سرنجه عادي خالص من الصيدليه، وبتبدا تاخد السرنجه دي كده اهي كويس، وتبدا تسحب الحبر. انا هنا جايب 4 باكيتات كده، 4 باكيات، يعني مش عارف هتدلق الميه اللي فيها ولا لا، بس يعني احب اوريها لكم. ادي 4 باكيات، باكيه فيها ميه، باكيه فاضيه، وباكيه فيها السفنجه اللي النظيفه خالص اللي هي لسه زيرو اهي، حالتها زيرو، وباكيه الرابعه، وجايب لكم سفنجه استخدمناها اكتر من مره كويس. اللي احنا هنعمله ايه دلوقتي؟ اللي هنعمله ان احنا هناخد السفنجه دي اهي كده، هنغطسها في الميه. تمام. اول ما بنغطس السفنجه في الميه، ايه اللي بيحصل للسفنجه؟ السفنجه بتبدا تشرب الميه جواها، وبالتالي بعد ما بتشرب الميه بتحافظ على الميه دي داخل السفنجه،
لاكتر فتره معينه، لغايه لما بيحصل ايه؟ بيحصل ان احنا ناخد السفنجه دي كده ونقوم نبدا نضغط عليها، فتبدا ايه؟ تنزل في الميه بتاعتها. وبعد كده ناخدها لما يفضل حبر مننا هنعمل ايه؟ هنغطسها في الميه تاني، او هنبدا نستخدم نظام الحقن، ان احنا نسحب بالسرنجه زي ما كنا بنعمل كده. وبعد كده نبدا نعمل ايه؟ نيجي على السفنجه او الكارتج الموجود، ندخل السرنجه في السفنجه ونبدا ندوس، فيحصل ايه؟ ان احنا ندخل الميه داخل نسيج السفنجه بالعافيه اهو. هناخد كده ونقوم ايه؟ ضخين اهو تاني، وهكذا نسحب اهو تاني من الميه، نبدا نضخ الميه. بص ايه اللي بيحصل. بص، الميه بدات تخش في السفنجه وتطلع من الاطراف. طبعا السفنجه دي بتبقى جوه كفر بلاستيك، فطبعا السرنجه لما بتيجي تحقن بيها، زياده الحبر عن المنسوب اللي محتاجاه السفنجه بيبدا يعمل فايز او زياده في الحبر. الفايز ده بيفضل مستقر فين؟ تحت خالص زي ما انت شايف كده. يعني انا حاسس طبعا ان ادي البلل كله جاي تحت خالص في السفنجه، من تحت استقر من تحت، والحقن اللي حصل فوق برضو خلى السفنجه من فوق مبلوله، ولكن في النص مش احسن حاجه، متضرره. لما بيحصل بقى ان احنا نيجي نسحب بالهيد من تحت، بيبدا يسحب من منطقه واحده في السفنجه، فبالتالي لما السفنجه دي قوه او كتر السائل اللي فيها لما تبدا تتعصر 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 بالمنظر ده كده، وبعد كده ترجع ترد تاني مره مع التانيه مع التالته، اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انها بتوصل للطريقه دي، للشكل ده. بص الفرق ده، شكل الكارتج. خلينا نقول ان ده شكل الكارتج اول ما انت بتجيبه. شوف شكل الكارتج بيبقى شكله عامل ازاي، السفنجه بتاعته عامله ازاي من جوه، ويفضل يتعسر يتعسر لغايه لما يوصل للحاله المزريه دي. طبعا حاله بايظه خالص، بدات تتقطع، اتهشمت، طريقه او استجابتها لانها تسحب او تمص السائل بقت اضعف كتير جدا. الهيد لما بيجي يسحب منها شويه بقى تديله بشكل تقيل، حبر تقيل، فتنزل كميه كبيره من الاحبار على الورقه، فتبدا الورقه تبوظ، او تيجي تديله كميه اقل من اللي هو محتاجها، فيحصل تشريط في الطباعه. مشاكل كتيره جدا كانت بتحصل بسبب نظام الكارتج. لكن مع نظام التنكات اللي احنا كنا بنتكلم فيه، هو تانك مليان حبر. الهيد بيسحب من التانك من اخر التانك تحت، فمستحيل انه مره يسحب كتير مره يسحب قليل، والكلام الفاضي ده. الضغط متوازن، والسيستم نفسه بتاع البرينتر معمول بطريقه انه يسحب امتى بطريقه اقوى ويخف شويه الضغط عشان خاطر تزويد الحبر and so on. وافضل مكنه بتستخدم الطريقه دي هي إبسون هي مخترعه التنكات في العالم اساسا. افضل مكنه تقدر تاخد منها اداء، وطول ما الحبر بتاعك اوريجينال هتفضل المكنه زيرو، تقدر تطبع بيها عمرك كله، ما تقولكش لا. ده نظام التانك، هو زي ما قلت لكم كده بيسحب من تحت ويبدا يضغط، فيعمل نفس الايه، مش عارف باين ولا يعمل نفس للحبر بمنسوب واحد، بضغطه واحده، بمنسوب ضغط معين واحد. عمر ما التانك هيحصل له دامج، يعني عمر ما انت هتوصل في التانك ان حالة التانك تبقى واصلة لحالة السفنجة مثلا، او هتحتاج انك في يوم من الايام تغير التانك مثلا. عمرك ما هيحصل، وده بالتالي عمره ما هيحصل مشكلة في الهيد. عمر ما الهيد هيصاب بضرر، لانه منسوب الليكويد او السائل او اللزوجة اللي بتطلع كل مرة وبيتغذى بيها الهيد واحدة، فانت هتاخد منها اداء واحد. وبالتالي ان انت مثلا لو كان عندك مثلا، احنا اتفقنا انه السفنجة دي عاملة كده مثلا وبتسحب من تحت الحبر بتاعها، فممكن تفضى من فوق
ويتفضل شويه في النص حبر، ويفضل يسحب من تحت ويخلص الشويه اللي من تحت، فما يعرفش يوصل لنص السفنجه. فيحصل ايه؟ يحصل هادر لكميه الاحبار المستخدمه. ده عمره ما يحصل فين؟ في التنكات، لانه كده ولا كده احنا اتفقنا هو بيسحب منين؟ من اخر التانك، فهو بيستفيد بكل نقطه حبر موجوده عندك. الحاجه التانيه اتفقنا انه لما يجي ينفث الحبر ده على الورقه، عمر ما هيجي في ضخه من المضخات او ضخه في مره من المرات وهو بيضخ يجي يدور على الحبر ما يلاقيهوش، او يلاقي شويه اقل، لانه بيسحب من سفنجه متهالكه مثلا، فعمره ما هيوصل له كده. فلما هيضخ منسوب حبر مظبوط، فمش هيدخلك في حته انك تعمل بقى كلين هيد وتقعد تعصر في السفنجه. يعني الكلين هيد ده كان مشكلته ايه معانا في الكارتج؟ انه بيقعد يعصر في السفنجه عشان يجيب اخر السفنجه دي ويجيب الحبر بتاعها من فوق ينزله تاني لاستخدامه في الهيد نفسه. لكن في التنكات مش هيعمل كده، فكلين الهيد نفسه بيهدر كميه كبيره جدا من الاحبار، فظيعه جدا. فانت مش هتحتاج تعمل كلين هيد كل فين وفين. يعني انا فاكر انه لما كنت باجي اعمل مثلا كلين للهيد بعمله مثلا بمثابه كل 4 شهور، كل 5 شهور مره. لكن لما كنت باجي اعمل بالكارتج، لا، ده انا كنت كل طبعه من كل اوردر من الاوردرات اللي انا كنت باجي عايز اطبعه على المكنه اللي بتستخدم الكارتج كان لازم اعمل كلين للهيد، لانه الاحبار مش مستقره في مكان معين في السفنجه، متوزعه بشكل مش مظبوط، فبيحصل لي مشكله. ويا حبذا بقى كمان لو انا حاقن السفنجه دي او الكارتج اكتر من مره، كان بيطلع عيني. اقعد بقى اعمل كلين للهيد مره واثنين وثلاثه، والاقي ان الكارتج فضيت وانا لسه ما طبعتش اصلا. نهايه الموضوع، اعتقد ان التجربه دي اثبتت فعلا انه التنكات افضل سيستم تشتغل بيه في نظام الانك جيت. يا رب يكونوا استفدتوا من الحلقه دي بشكل كبير. لو انت مهتم بحاجه زي كده ما تنساش تعمل سبسكرايب في الشانل وتفعل زرار الجرس وتديني لايك متين. ولو عندك استفسارات اكتبها لي في كومنت، واشوفكم في حلقات تانية كتير من الطابعات في حياتنا. السلام عليكم.